علمانية علمانية علمانية، يعني ايه علمانية؟ من 1618 ل 1648 نشأت حرب ما بين الكاثوليك والبروتستانت، واللي عرفت بعد كده بحرب ال30 عام، واللي كان من اشهر احداثها في البداية لما نبلاء بروتستانت رموا ممثلي الامبراطور الكاثوليكي من الشباك، ومن هنا ولعت الحرب. الحرب اللي كانت في بدايتها تعتبر حروب دينية، ولكن بعد كده تطورت الى حروب وصراعات سياسية وصراع نفوذ بين دول كبرى زي اسبانيا وفرنسا والنمسا والسويد، لدرجة ان فرنسا الكاثوليكية نفسها حربت ضد كاثوليك، وانتهت الحروب دي في الاخر بصلح ويستفاليا، واللي كان من اهم نصوصه هو نهايه هيمنه الكنيسه على السياسه. المفكرين والتنويريين ساعتها في اوروبا شافوا ان الحرب اللي كان فيها خسائر توصل ل 8 مليون بني ادم، اللي هو تلت او ربع سكان اوروبا وقتها، لازم الحروب والصراعات دي تنتهي تماما. مفكرين بقى زي جون لوك وفوتلر كانوا شايفين ان الحل هو فصل السلطه السياسيه عن المؤسسات الدينيه، او من الاخر حياد رجال الدين عن السياسه. ومن هنا بقى بدات العلمانيه وتطورت على مدار التاريخ. طبعا ده الكلام اللي موجود في الكتب، لان العلمانيه تطورت في بعض الدول انها توصل لفصل الدين عن مظاهر الحياه العاديه. فبعد كده لما تسمع كلمه علمانيه تبقى فاهم الناس دي بتتكلم عن ايه، وقول لي انت بقى ايه كلمات تانية بتسمعها دايما بس ما تبقاش فاهم معناها.